ربنا قال في القرآن آية ما احناش واخدين بالنا منها، قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يبقى كأن قطيعة الرحم دي والعقوق ده كأن ده فساد عريض. وبعدين يرجع القرآن يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. خلي بالك إن العقوق ده اللي هو إيه؟ اللي هو بعدك عن أبوك وأمك، اللي هو عدم سؤالك عنهم، اللي هو عدم استجابتك لرؤيتهم ليك لما يحتاجوا، اللي هو قعادك كتير قوي بعيد عنهم. قد يعتقد البعض إن مشكلة الأب والأم فلوس، فيسافر سنين طويلة يجمع أموال وأموال وأموال وكلها لا قيمة له. إيه القيمة بتاعتها ولو أبوك وأمك غضبانين عليك؟ إيه القيمة؟ أنت قاعد يعني فاكر أنت عمال تغرقهم فلوس. طب وبعدين مش عايزين غرق فلوس، هم عايزين عينيهم تشوفك أنت، عايزين عينيهم تشوفك أنت، هو ده المطلوب. خلي بالك عشان ده ساعات بيبقى عقوق. واحد يسافر يقوم قاعد له 3-4 سنين بره فاكر ان كده مش عارف حكايه كده تمام. طب ده كلام. وبعدين يرجع كل 3-4 سنين يشوف ابوه ويشوف امه، وبعدين يخبر بره ان امه تعبانه، بعد شويه بلغوه ان امه ماتت، بعد شويه بلغوه ان ابوه عيان، بعد شويه يقولوا ان ابوك مات. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الكلام العجيب ده؟ خلي بالك ان دي من العقوق. لماذا نعق آباءنا أمهاتنا؟ لأننا نجهل ما سنلقاه بعد. إن اللي بنعمله دلوقتي هنلاقيه